السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم واحد تشيز كيك ديال لافوكا. كما كتعرفوا دابا لافوكا راه ناقصه شويه في الثمن، ماشي بحال اللي كتكون غاليه بزاف. قلت غادي نحضر واحد تشيز كيك بها. قلت علاش لي ما نشاركاش معكم. كتجي زوينه في الصراحه، ومقادير زعما اللي متوفره. كما قلت لكم لافوكا دابا هذا وقتها راه ناقصه الثمن ديالها. وعندي هنا البسكوي، اي بسكوي متوفر عندكم. انا درت هاد الكميه هذه، درت انا جوج من هادو اللي درت. انا جوج درت. انا طحنتهم في هنا تولاو هكا مرملين، ماشي طحنتهم بزاف ولكن خليتهم هكا مرملين بحال السميده. غادي نضيف عليهم واحد شويه ديال الزبده، غير شويه ماشي بزاف باش ما تجيش مجهده. غادي ندخل هاد الزبده مزيان فيها حتى نرملها تتلبس كامله بالزبده. صافي هنايا دخلت مزيان ديك الزبده في البسكوي. عندي هنا جوج ديال دانون ديال الكراميل، غادي ندير جوج علبات هكا. وغادي نخلط مزيان حتى تجمع لينا هاد البسكويت، يتخلط لينا مزيان مع هاد الدانون. دانيت ديال الكراميل. هنا راني خلطت دانيت مع البسكوي. عندي هنا الكميه ديال البسكوي فيها الباكيه كبيره، فيها 375 غرام. انا درت نص ديالها، هي 375 غرام. غادي نديرو هنا في المول وغادي نقادو مزيان. بسكوي في المول كما كتشوفوا ضغطت عليه هكا بواحد بالملعقه وصافي حتى تبسطات مزيان وقديتها مزيان. هنا عندي 350 غرام ديال او 400 غرام ديال لافوكا اللي ميكسيتها هكا، ولكن ما ميكسيتهاش بزاف، خليتها شويه باش ما تجيش جاريه خفيفه. ميكسيتها مع واحد الساشي ديال الفاني، وغادي نسرحها فوق هذا البسكوي. كما قلت لكم ما طحنتهاش مزيان باش ما تجيش جاريه بزاف على هذا الشيء. صافي انا غادي نقادها ونوجد الكريمه اللي غادي تجي كطبقه ثالثه. نسرح الطبقه الثانيه بعدا ديال لافوكا، ومن بعد ندخلوها هكا للثلاجه، غير ثلاجه عاديه بلا المجمد. شد راسها شويه باش نديرو فوق منها الطبقه الثالثه ديال الكريمه. هنا عندي واحد الكميه ديال حيجه طريه اللي دربتها هكا حتى طلعات. يمكن لكم ديروها هي ولا كريم شانتيي ولا غير كريمه عاديه اللي كنديروا بالحليب والمايزينا والسكر حتى هي كتجي مزيانه. المهم اللي متوفر عندكم غادي تستعملوه، ما تقيدوش غير بواحد الحاجه اللي ما غتكونش متوفره عندكم. اللي متوفر يقضي بالغرض. المهم تكون كريمه هكا، او حتى طبقه ديال الشكلاط حتى هي تجي مزيانه.
المهم غادي ندير واحد الطبخه منها وغادي نسرحها ونديرها في الثلاجه حتى تشد راسها مزيان، ومن بعد غادي نزينها ونتلاقى معكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. غادي ندير واحد الطبقه مهمه ديال الكريمه، كما قلت لكم انا درتها بحجم عائلي، كلكم ديروا فردي ولا عائلي ولا اي، المهم على حسب الرغبه ديالكم. ندير لها واحد الطبقه اخيره ديال اللي غادي نزينو بها الوجه ديال هاد التشيز كيك. عندي هنايا واحد الكاس مع مرش ديال العنبه ديال القشطه الطريه، يمكن لكم ديروا الحليب ولا دانيت ديال الشكلاط باش ما كان غادي زعما اللي موجود عندكم تزينوا به. غادي عندي هنا واحد الكميه ديال الشكلاط، غادي نحركها مزيان هنا حتى يذوب معايا هاد الشكلاط في الكريمه اللي حتى سخونه، ومن بعد غادي نزين به الوجه ديال هاد التشيز كيك. بعد ما سخنت الكريمه درت عليها ديك الشكلاط كما شفتوا، حركته مزيان حتى ما بقاش فيه ديك الكتل ديال الشكلاط وداب تماما معنا. دابا غادي نفرغو على الوجه ديال التشيز كيك. صافي دابا غادي نخليها تبرد تماما، من بعد ان شاء الله غادي نحيد لها هذا الاطار ديالها ونشاركها معكم في الشكل النهائي ديالها. وهذا هو الشكل النهائي ديال التشيز كيك اللي شاركت معكم. انتم كما كتشوفوا كيجي الشكل ديالو رائع وبحجم عائلي حتى هو، وهنايا درتو بشكل فردي كما كتشوفوا. هنايا كيجيو هاد الطبقات ديالهم باينين ديال لافوكا والبسكويت ديال الطبقه ديال الكريمه. هنايا درت هاد الكميه خرجت لي 9 ديال الحبات، وهنايا درت بحجم عائلي. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال اعجابكم وتجربوه وتشاركوه مع الاهل والاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو اخر وصفه اخرى باذن الله.